هنعمل احلى طبق بسلة على طريقتي، ولو ليها طريقة تاني في الكومنتات قولولي. عندي هنا معلقة سمنة كبيرة، اول ما تسيح معايا هنزل ببصلاية مكعبات بالشكل ده. اول ما اشوح البصلة وتدبل معايا بنزل بفلفلاية، الفلفلاية دي باردة، لو حابة تضيفي فلفل حار براحتك انتي. هبدأ اشوح تشويحتين وهنزل عليها بمعلقة توم كبيرة، معلقة توم مهروسة، وبرضه هشوحها مع الفلفل والبصل تشويحة كويسة جدا لغاية ما الريحة بتاعت التوم تطلع معايا. أول ما أشم ريحة التوم هنزل بكمية البسلة بتاعتي. طبعا هشوح برضه البسلة، هديها تشويحة محترمة كده مع البصل والثوم والفلفل، هديها تشويحة برضو. وبعد كده بنزل بجزرتين وسط مكعبات، هديهم برضو تشويحة معاهم بالشكل ده. أول ما أشوحهم تشويحتين 3 مع بعض، عندي إيه؟ أنا عندي صلصة هضيفها ليهم، أنت براحتك، لو عندك صلصة حابة تضيفيها، عندك تقلية حابة تضيفيها، عندك طماطم ضربها في الخلاط أو الكبة ضيفيها، أي حاجة من الاتنين هتنفع معاكي. أنا ضفت كمية صلصة معايا أهو على قد البسلة، هو بالشكل ده الكمية المطلوبة مني ضفتها. وبعد كده زودت مرقة، كانت عندي مرقة لحمة ضفتها ليها. انت براحتك خالص، عندك مرقة حابة تضيفيها. انا لو عاملاها مش يعني لو مش عاملاها جنب لحمة او اي حاجة ممكن تضيفي مية وتستبدلي طبعا بالمرقة الصناعي من بره، بس انا ما بشجعش بالمرق الصناعي. البسلة طعمها خطير بالطريقة دي وروعة جدا.